اهلا بيك يا هندسي في الفيديو الخامس من سلسله مشوار مبرمج. هنتكلم في الفيديو ده عن محطه التراك. انت بتختار التراك بتاعك بناء على اهتماماتك وسوق العمل. اكبر غلطه ممكن تعملها وانت داخل تتعلم برمجه طبعا بعد ما تتعلم الاساسيات هو انك تختار المجال بتاعك او التراك بتاعك غلط، لان في ناس كتيره دلوقتي بتدخل مثلا مجال الذكاء الاصطناعي علشان هو ترند، وناس تانية بتدخل عشان الفلوس وبس، وبعد شهور تكتشف انها تايهه ومش عارفه تكمل. فلو انت واقف دلوقتي ومش عارف تختار تخصص مناسب ليك فالفيديو ده علشانك. فاعمل لايك وفولو وصلي على النبي ويلا بينا. بص يا صديقي، مفيش تراك اسمه الافضل للجميع، مفيش مجال سحري هيخليك تبقى مليونير في شهر. كل تراك وليه ناس بتحبه وناس بتكرهه، الفكره بس انك تختار الحاجه اللي تناسب دماغك واهتماماتك. وعلشان كده لازم تعرف منيو التراكات زي مثلا الفرونت اند والباك اند والموبايل والسايبر سكيورتي والداتا اناليسز. خليني اقول لك، لو انت شخص بتحب التصميم والشكل والحاجات اللي بتظهر قدام الناس فممكن الفرونت اند يناسبك، ولو انت شخص بتحب التفكير والمنطق والتعامل مع السيرفرات فممكن الباك اند يناسبك، لو انت شخص بتحب الرياضيات والتحليل والروبوتات فممكن مجال الذكاء الاصطناعي تحبه، ولو انت شخص بتحب الحمايه والامان والاختراقات وكده والهاكر فعليك وعلى مجال السايبر سكيورتي، وطبعا لو بتحب الالعاب والتطبيقات فعليك وعلى مجال الموبايل ديفلوب. المشكله بقى ان في ناس بتختار المجال من فيديوهات التيك توك، يعني مثلا يشوف حد يقول لك الذكاء الاصطناعي هو المستقبل يروح يغير مجاله على طول وتفكيره ويروح يتعلم ذكاء اصطناعي على طول، او حد تاني يقول له ان السايبر سكيورتي بيدخل فلوس فيغير مجاله برضه يروح للسايبر سكيورتي يتعلمه علشان سمع انه بيجيب فلوس، بس ما دخلش المجال علشان هو بيحبه، وفي نص مشواره وهو بيتعلم هيزهق ومش هيكمل للاخر لانه اختار التراك الغلط. عشان كده الطريقه الصحيحه هو انك تجرب الاول وتاخد فكره عن كل المجالات. وبما ان احنا لسه في بدايه مشوارنا فانت معاك ميزه حلوه، وانك معاك وقت تشوف التراكات وتاخد فكره عن كل التراكات عشان تقدر تختار التراك اللي يناسبك في المستقبل وتكمل فيه، لان المجال اللي هتحبه هو المجال اللي هتستحمل تعبه تستمتع وانت بتذاكره. زي ما احمد حلمي بيقول: حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. في حاجه مهمه عاوز اقولها لك، هو انك ما تخافش من اختيار التراك، لان في ناس كتير عادي غيرت مجالاتها بعد ما بدأ. اهم حاجه تهتم الاول بالاساسيات علشان هتخليك تتعلم اي مجال بسهوله وتتنقل ما بين المجالات. لازم تتاسس صح. والخلاصه ما تختارش المجال علشان هو بيجيب فلوس او علشان هو الترند، اختار المجال اللي انت حابه وهتكمل فيه سنين. بس كده، كان معاكم محمد لطيف من قناه برمجه بذكاء. لو استفدت باي معلومه ما تنساش تعمل لي لايك واشتراك وتصلي على النبي.